عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض البسيسه واتطلبت مني كتير. هعملها لكم بقى النهارده بطريقه سهله وبسيطه ومقاديرنا ايه سهله، وان شاء الله موجوده في كل بيت. اهم حاجه عشان كيكتك تنجح، او ايا كان المخبوز اللي انت بتعمليه، كيكه، بسيسه، رواني، ايا كان، لازم تبقى حاجتك كلها بدرجه حراره الغرفه. لازم اللي انت هتعايري بيه يكون سوا واحد، ماشي. ونكون مشغلين الفرن قبل ما نبتدي شغل، دي برضو خطوة مهمة. ونكون اي حاجة هنستخدمها تكون ناشفة تماما. تمام. عشان بقى مرغيش كتير هقول لكم المقادير. معايا كوبايتين دقيق ذرة، اللي هو دقيق الذرة، اللي هو دقيق السمولينا، دقيق البسبوسة اللي هو الخشن، تمام، مش الدقيق الابيض بتاعنا. كوبايتين منه، وعليه كوباية من الدقيق الابيض بتاعنا العادي، يبقى 2 دقيق بسيسة، عليه كوب دقيق ابيض عادي، عليه نص كوبايه لبن. انا معايا هنا كوبايه، انا هاخد نص، المفروض في المقادير نص، بس انا حسب الدقيق بتاعي فممكن اخد معلقه كمان ولا حاجه. يبقى هنقول تاني: كوبايتين دقيق سمولينا، كوبايه دقيق ابيض، نص كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر، ممكن يبقوا كوبايتين سكر، السكر ده حسب الرغبه. ومعايا هنا 4 بيضات، ومعايا رشه ملح، ورشه فانيليا، وكيس بيكنج باودر. اوكي. اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنزل طبعا بالبيض، 4 بيضات، والفانيليا، تمام، واضربهم كويس كده، وهنزل عليهم بالسكر. انا حاطه كوبايه ونص سكر، تقدري تحطي كوبايه، تقدري تحطي كوبايتين. السكر ده بقى زي ما قلت لك حسب الرغبه. هي البسيسه مش عايزين ضرب جامد، عادي يعني، هي بس يا دوب ندوب المكونات بتاعتنا كلها. وعايزه اقول لكم حاجه، تقدري انك انتي تحطي بدل اللبن، تقدري تحطي عصير برتقال، او عصير اي عصير بودر بنكهه البرتقال. تقدري تحطي جوز هند فيها، زي ما انت حابه تضيفي. انا عاملاها لكم النهارده بطريقه سهله ومقادير بسيطه. هضربهم بقى كده. بعد ما ضربت كده وضوبت السكر كويس، هنزل بكوبايه الزيت. على فكره ممكن تحطي كوبايه الا ربع زيت وعليها ربع زبده او ربع سمنه، بس انا بحبها بالزبده تكون خفيفه اكتر. هقلب كده، وهنزل بنص كوبايه اللبن، 3/4 كوبايه اهو. هقلب بقى كويس كده، هدوب كل ده مع بعض. بعد ما قلبتهم كويس كده هركنهم بقى كده، وهجيب اي بوله ولا اي حاجه. هنزل كده بالدقيق بتاعي، كوبايه دقيق ابيض على كوبايتين دقيق ذره، ماشي. عليهم كده كيس بيكنج باودر، تمام. عليهم رشه ملح، عليهم رشه ملح، رشه خفيفه بس كده. هقلبهم بقى كلهم مع بعض كويس جدا. بعد ما قلبتهم كده كويس، خلطت كده الدقيق بالملح بالبيكنج باودر. هجيب بقى الخليط بتاعي، وهنزل كده عليه المكونات الجافه كلها، على المكونات السايله، تمام. وطبعا زي ما احنا متعودين، معانا الصينيه بندهنها الماده الدهنيه بتاعتنا، سواء زيت او سمنه، ونبدرها بشويه دقيق. انا مبدراها النهارده بدقيق ذره، بما ان البسيسه بقى بتاعتنا كده من الدقيق الذره هو الاكتر في الموضوع. بس كده هقلبهم بقى. بعد كده ما قلبتهم كويس جدا ببعض اهو، هجيب بقى الصينيه بتاعتي، وهنزل بالخليط اهو. شايفين القوام بتاعه؟ هو مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو ده القوام المظبوط عشان البسيسه بتاعتنا تطلع هشه، تمام. هنزل بقى كده بالخليط بتاعي، هامله كده نص الصينيه او 3/4 الصينيه عشان تاخد راحتها. بصوا دي صينيه مقاس 28. بصوا انا مليت 3/4، لازم طبعا اسيب لها مسافه عشان خاطر تعلى براحتها. وبقى معايا تاني اهو، ممكن احطهم في قوالب الكب كيك. انا عندي قالب صغير احطهم فيه، ومعايا القالب الصغير اهو، انا برضو عملته بالزيت وبدرته بالدقيق الذره. هنزل بقى ببقيه الكميه بتاعتي. شايفين المقادير بتاعتنا مش كتيرة، يعني كوبايتين دقيق ذرة، كوباية دقيق ابيض، كوباية ونص سكر، كوباية زيت، كوباية لبن،
حاجات بسيطة، 4 بيضات، بسم الله ما شاء الله، عملوا لنا صينية حلوة وقالب كمان. بس كده انا دلوقتي مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، هدخلهم في الرف اللي في النص، وبعد بالظبط بعد بالظبط تلت ساعة. او بصي هقولك عشان تبقي مظبوطة في الكيكة، اول ما الكيكة بتاعتك ريحتها تطلع، تفتحيش غير لما ريحتها تطلع، مش ريحتها ان هي اتحرقت، ريحة الكيكة، ريحة الفانيليا، اول ما تطلع افتحي على الكيكة بتاعتك واختبريها. وبس كده انا هسيبها بقى، هدخلها الفرن على الرف اللي في النص، واول ما تستوي نرجع نشوفها مع بعض. يا بنات الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، هي خدت بالظبط حوالي 40 دقيقه. ودي كنت هقلبها وهي لسه سخنه، فكانت عرقانه طبعا، الوش اتشال زي ما انتم شايفين كده. هي كده هديت شويه بس برضو لسه سخنه، هقلبها بقى معاكم ونشوفها. وادي القاب الصغير اهو اللي عملناه مع بعض اهو، بصوا استوى من تحت، بصوا من فوق، هي على فكره سخنه. هقلب بقى دي كده معاكم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس يا دوب بالسكينه وسلكتها كده من الجناب، وطبعا دي اللي انا اختبرتها بيها، طلعت معايا نظيفه كده، بقت استوت وتمام التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بقى، هو زي ما انتم شايفين، طبعا مالكمش دعوه بقى بالوش بتاعي لان هو عرقان، زي ما انتم شايفين بصوا بيطلع ازاي عشان سخنه قوي. طبعا انت هتسيبيها لما تبرد خالص وهتقلبيها في الطبق بتاعك، طبعا دي انا صبرت عليها لما بردت، فطبعا الوش بتاعها متماسك والحمد لله. اجيب بقى سكينه ونقطع ونشوف من جوه عامله ازاي. يلا كده بسم الله. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى البسيسه بتاعتي عامله ازاي، بصوا السوا من تحت السوا من فوق. بصوا طبعا بقى هي بسيسه، مش يعني ما بتبقى زي الكيكه بتنزل وتطلع معاكي بسيسه، فلازم تكون قوامها كده ماسك شويه. بس بصوا الفراغات دي تدل على ان البسيسه بتاعتي ناجحه ومستويه وتمام التمام اهي. تعالوا برضو نشوف اللي هي دي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين جميله جدا وهشه ومستويه وتمام. بس ودي كانت طريقتي اهي في البسيسه. جربوها بقى ان شاء الله تعجبكم، مع كوبايه شاي بقى كده حاجه ممتازه. بس كده، ومقاديرنا سهله وبسيطه. وطبعا انت عايزه تضعفي الكميه ضعفيها، عايزه تعملي صينيه كبيره، دي كانت مقاس 28، عايزه انت تعملي بقى صينيه كبيره مفيش مشكله، ضعف يعني صينيه كبيره وهتمشي برضو على نفس المقادير، مش هتعملي بقى قالب صغير. لكن لو هتعملي صينيه اكبر واكبر ضعفي المقادير زي ما انت حابه. بس ودي كانت طريقتي في البسيسه. بس يا رب تعجبكم وتجربوها، واقول لكم بقى لاول مره يشوف قناتي يشترك في قناتي ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وحبايب قلبي اللي عندي منوريني، وحبايب قلبي اللي على الفيس تعليقاتكم بجد بتسعدني. يا ريت حبايبي اللي على الفيس يخشوا على قناتي على اليوتيوب ويشجعوني ويشتركوا فيها. بس كده اقول لكم بقى السلام عليكم، كنت معاكم سوما مطبخ وصايع، احبكم في الله.